أنادي على النائب السيد بليلة عفيف. بليلة عفيف. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد، السيد الرئيس، السيدة وزيرة العلاقات مع البرلمان، السيد وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، أخواتي إخواني النواب، أسرة الإعلام جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في البداية حقيقة نبارك لك أيها الوزير الشاب هذا الفصل الوزاري، ونتمنى أن تقوم عليه بالنظر لما عرفناه عنك، أن تقوم على رأس هذه الوزارة وترتقي بها إلى مصاف الوزارات التي نتمنى أن تجسد الرؤية الاقتصادية للدولة إن شاء الله تعالى. لا شك من الأهداف التي جاء بها هذا المشروع هي أهداف جد معقولة ومنطقية وتتطلبها المرحلة، لا سيما ما تعلق بتنظيم الأنشطة الاقتصادية الجديدة، وكذا تقنين النشاطات الجديدة المبتكرة، ووضع إطار قانوني لهذا الشباب المبدع. ومشكورة الحكومة الموقرة على هذا المشروع، كما أحيي بكل صراحة لجنة الشؤون الاقتصادية على الإضافات التي قدمتها من خلال اطلاعنا على مشروع القانون التمهيدي، التقرير التمهيدي الذي قدمته. ولكن طبيعة الحال لابد لنا من تقديم ملاحظاتنا على هذا المشروع. إذن تعتمد النشاطات التي يحددها هذا القانون على عنصر مهم، ألا وهو الإنترنت. سؤالي هو: هل التدفق الحالي الذي متوفر تحوز عليه الجزائر هل هو كافي في حقيقة من أجل أن يمارس هذا المقاول الذاتي نشاطه؟ أنا لا أتحدث على الجزائر العاصمة، أو لا أتحدث على قسنطينة، أو لا أتحدث على وهران، أتحدث على كل ربوع الجزائر بقراها ومداشرها. بكل صراحة أظن بأنه يجب العمل، وكما قال جميل يجب التركيز مع مختلف الوزارات من أجل التنسيق، حتى يكون أي قانون نأتي به يكون في متطلعات الساكنة. كما أن كذلك نظامنا البنكي لا يزال متخلفا عن كثير الخدمات التي يحتاج إليها هذا الفريلانسرز، وهو ما يتطلب مراجعة دقيقة لذلك. المادة الثانية: من المعلوم أن هذا القانون جاء ليستقطب فئة من الناس الذين يعملون في السوق الموازية. فأنت لما تحدد رقم الأعمال حسب ما ورد، وليس في هذا القانون طبعا، مبلغ 5 مليون دينار جزائري، وأنا أعرف اليوم مقاولين ذاتيين يخدمون طبعا في السوق الموازية يدخلون أموال طائلة وطائلة جدا. فحق هذه 500 مليون حقيقة أظن أنه مبلغ ضعيف جدا جدا، وينبغي رفعه. نقترح على الأقل مليار ولا 2 ملاير. في شروط الاستفادة من القانون الأساسي موجود شروط بلغ السن القانونية، ونحن نعلم أن هناك أطفال. أنا أعلم عندنا في بلدتنا طفل عمره 12 سنة وفي هذا المجال وهارب، يعني وبالتالي أنه هذا السن القانوني لا بد من مراجعة هذا الشرط، لأن احنا واش باغيين نستقطبوا هذه الفئة، وبالتالي على الأقل نديروا لهم شرط، نقولوا مع ترخيص أبوي أو شيء من هذا القبيل. ثالثا، في شروط الاستفادة طبعا تكلمنا عليها في نفس المادة، يجب أن تعدل الشروط المتعلقة بالاستفادة، خصوصا ما تعلق بالإقامة، بحيث يمكن الجزائريون المقيم بالخارج وحتى الأجانب وهم كثر نستفيد من خبراتهم وإمكانياتهم. ولما تعطى لهم هذه البطاقة تكون يعني كبطاقة يعني عمل، وكذلك مؤهلة لتكون بطاقة إقامة، وبالتالي يعملون في إطار ويقيمون على أرضنا بطريقة شرعية. بخصوص المزايا التي يستفيد منها المقاول الذاتي، وهو نظام ضريبي تفضيلي وحسب قانون المالية لأنها موجودة فيه، فهو على مستوى اللجنة المناقشة يحدد ب5%، وأعتقد أن هذا لا يشجع المقاول الذاتي. أنا أعتقد أنه لما يسمعوا الضريبة 5% فأظن أنه لا يشجعه لكي يكون ويسجل ويكون مقاول ذاتي. ولذلك أقترح أنه نديروا نحددوا لها، قال مثلا الذي ينشط في قطاع مثلا في بيع السلع الإلكترونية 0.5%، والذي يقدم خدمات 1%. أقول تشجيع، لأنني أدرك وأعرف الشباب في يقول لك لما تعطي 5% ما راحش نجي، والله أعلم. قد وعدنا الوزير الأول بضرورة إرفاق النصوص التنظيمية وتحضيرها عند إعداد أي مشروع، وأطلب من وزارتكم الموقرة وجميع الوزارات
ألا تقدم أي مشروع البرلمان إلا بعد اكتمال الصورة الكلية والإنقاص قدر الإمكان. 6 إحالات أعتقد رقم صعب جدا، ولذلك أرجو ألا تقدم هذه المراسيم التنظيمية، أو على الأقل لما يجي الوزير يقدم اللجنة لهذه المراسيم التنظيمية، بحيث أنها تكون عندنا الصورة واضحة. بالتوفيق للجميع، شكرا جزيلا والسلام عليكم. عليكم السلام، شكرا.